السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما نبدأ الفيديو أتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. الإعلام المصري بعد خروج حسين الشحات من المنتخب للإصابة، إعلام الكفتة ابتدى يهاجم نجم النادي الأهلي بمنتهى السذاجة. وامبارح مصطفى شلبي اتصاب وخرج هو كمان من قائمة المنتخب، لكن الهجاصين واللي بيقعدوا قعدة مصاطب ما تكلموش ولا حد فتح بقه بكلمة. إنما لو الشحات تعافى ولحق مباراة الأهلي ضد سيمبا يوم 29 مارس في الشهر ده، إعلام الكفتة مش هيبطلوا كلام وهيعيدوا نفس الكلام ويهبدوا إن الشحات أهو رجع وما كانش مصاب. الزمالك كمان بيجهز مصطفى شلبي لمباراة الزمالك وفيوتشر اللي هتكون يوم 21 مارس من الشهر الجاري، لكن ما افتكرش ان الاعلام هيطلع يتكلم على مصطفى شلبي، وكلنا عارفين ليه. قبل السفر يوم الاربعاء الجاي لمواجهة سيمبا يوم الجمعة عندنا 8 حالات لمصابين يعني. رقم واحد واثنين الشناوي وديانج الثنائي اللي كانوا اجروا جراحة من ايام قليلة. ديانج عمل جراحة في الركبة والشناوي عمل جراحة في الكتف بعد الإصابة اللي كانت مع المنتخب في أفريقيا. كلنا عارفين الكلام ده. رقم ثلاثة وسام أبو علي اللاعب الفلسطيني اللي اتحسن لكن لسه برضه ما تحددش مصيره هيسافر ولا لا. رقم أربعة حسين الشحات وده احتمال يرجع يوم الاثنين وممكن يسافر مع الفريق. ورقم خمسة ياسر إبراهيم أفضل مدافع في الفترة الأخيرة من وجهة نظري. ياسر لسه ما تحددش امتى يدخل التدريبات الجماعية وممكن فرصته تكون في مباراة العودة. رقم ستة هو أحمد نبيل كوكا اللي صمم يستمر مع المنتخب وهو مصاب بكدمة في الظهر. رقم سبعة وثمانية هما محمود متولي ومحمد كريستو، لكن الاتنين تعافوا من الإصابة وبيتمرنوا بشكل طبيعي، لكن سفرهم من عدمه ده قرار مستر كولر. نروح بقى للأندية اللي ضمنت التأهل لكأس العالم للأندية 2025 اللي هتقام في أمريكا إن شاء الله بمشاركة 32 فريق بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات. من إفريقيا الأهلي المصري اللي مشرف الكرة المصرية والإفريقية والوداد المغربي، أعلى نادي إفريقي في التصنيف وبطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية. ومن آسيا الهلال السعودي وأوراوا الياباني، أعلى نادي آسيوي في التصنيف وبطل دوري أبطال آسيا النسخة الحالية. ومن أمريكا الشمالية مونتيري المكسيكي وستيلا ساندراز واليوم بطل كاس الكونكاكاف. بالميراس البرازيلي وفلامينجو البرازيلي بطل كاس ليبرتوريوس 2023 وبطل كاس ليبرتوريوس 2024 وأعلى فريق من الكونكاكاف في التصنيف. ومن أوروبا تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024. أعلى فريق من الاتحاد الأوروبي في التصنيف وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي. دي الفرق اللي ضمنت التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2025.